بعد نجاح برامج الكاميرا الخفية في رمضان وشعبان وشوال، الحكومة تقرر عرض هذه البرامج طوال العام. الحكومة تقول نحن قادرون على إنتاج برامج قوية للكاميرا الخفية. رئيس الحكومة يقول للشعب نغلق المحلات في 10 مساء. الشعب يغضب ويثور جدا من قرار رئيس الحكومة. رئيس الحكومة يقول لن نغلق، هذه هي حلقة من الكاميرا الخفية. إذا أردتم أن نذيع هنذيع، ولو مش عايزين نذيع هنذيع. الشعب في أول رد فعل له على أول حلقة للكاميرا الخفية الحكومية يقع على ظهره من كثرة الضحك. الحكومة تفرض ضرائب جديدة على 50 سلعة غذائية. الشعب يستاء مرة أخرى من قرارات الحكومة. الحكومة في نهاية اليوم تقول لقد ضحكنا عليكم، إنها الحلقة الثانية للكاميرا الخفية الحكومية. تعيين الفنان إبراهيم نصر وزيرا للكاميرا الخفية للترفيه عن الشعب. الفنان إبراهيم نصر يقول لن أقبل منصب وزير الكاميرا الخفية بدون زكية زكريا والمخرج رائد لبيب. الحكومة تستورد كاميرا خفية من الصين على شكل ساعات وأقلام وولاعات وبريات. الشعب يفرح جدا لقرار الحكومة، حيث إنه يستطيع عمل مقالب في بعضهم البعض. الحكومة في آخر اليوم تقول لقد ضحكنا عليكم، إنها حلقة جديدة من الكاميرا الخفية. وفي نبأ عاجل اختفاء الشعب من الشوارع والبيوت. الحكومة تبحث عن الشعب. بعد هذه اللطافة من الحكومة قررنا إنهاء النشر اليوم ونوجه كلمة أخيرة إلى الحكومة. الشعب مش ناقص عسل عشان النحل قرصنا، ومش ناقص سكر عشان النمل ملى البيوت. ونتقابل معاكم لو الحكومة سابتنا الأسبوع الجاي.